فالقصد أن هذه الدنيا مهما سعدنا فيها، مهما وجدنا فيها شيئا من الراحة والطمأنينة وكذا، هي السجن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. نعم، قد يقول قائل: قد يكون بعض المؤمنين عندهم من الأموال والراحة والطمأنينة الشيء الكثير، فكيف تكون سجنا بالنسبة لهم؟ والعكس صحيح، قد يكون أيضا بعض الكفار يعيشون ضنكا وضيقا في هذه الدنيا، فكيف تكون جنة لهم؟ وهذه قد أجاب عنها الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى كان غنيا، وذكر أنه مر يوما على يهودي، وهذا اليهودي كان فقيرا جدا، وكان الحافظ في ذلك الوقت هو القاضي. فقال: يا أيها القاضي، أريد أن أسألك. يقول هذا اليهودي. فقال له الحافظ ابن حجر: سل. قال: أليس نبيكم يقول إن الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن؟ قال: نعم. قال: فهل ما تعيش فيه أنت اليوم سجن؟ وهل ما أعيش فيها أنا اليوم جنة؟ فقال له الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى: نعم، ما أعيش فيه أنا اليوم سجن بالنظر إلى ما سأجده في جنات النعيم إذا مت على هذا الأمر، وأنت ما تعيش فيه اليوم جنة مقارنة بما ستلقاه يوم القيامة إذا مت على كفرك. فالقصد أن الإنسان لا يبني على واقع الأمر اليوم مما يراه في هذه الدنيا من العطاءات أو المنع أنها دليل على محبة أو بغض،